السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا أصدقائي، أصدقاء السباحة، أبطال السباحة، مدربين السباحة، المحترفين والمبتدئين. الفيديو ده هيكون مهم جدا ليك لو أنت معلم سباحة ولو أنت سباح. الفيديو ده معمول باحترافية عالية جدا، معمول فيه معلومات هايلة جدا، معمول علشان يخدم أبطال السباحة ومدربين السباحة بشكل خاص. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ايه يا ابطال؟ هنتكلم عن كذا حاجة: اخطاء شائعة، هنتكلم عن تدرج في التعليم المهاري، هنتكلم عن ازاي نعلم عومة اللي هي الخاصة بمستوى 7. بس قبل ما نبدأ الكلام مهم جدا ان انت تدعم القناة بسبسكرايب وتسيب لنا كومنت وتسيب لنا لايك وتقول لنا انت بتتابعنا منين وبتمرن فين. ولو انت بطل وبتحب السباحة قول لنا انت بدأت تتعلم سباحة امتى وايه افضل عومة انت بتحبها. سؤال مهم جدا برضو ده خاص بمدربين السباحة. هنتكلم النهاردة عن ليفل 7. سيب لنا في التعليقات قول لنا ليفل 7 انت بتعلمه ازاي وبتعلمه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نتكلم إن شاء الله عن مستوى 7. ومستوى 7 ده من ألذ وأمتع المستويات الفنية، ما ياخدش وقت مننا خالص، ولكن التكنيك بتاعه عالي جدا، وتعتبر المهارة دي أو العومة دي أهم عومة في الثمان مستويات التعليمية. طيب احنا في الأول هنبدأ نقول إن المستوى 7، احنا شرحنا المستويات اللي فاتت كلها في خاصة بكل ليفل، اتكلمنا فيه فيديو خاص تقريبا كان 10 دقايق او حوالي تقريبا 12 دقيقة. كل فيديو اتكلمنا فيه عن كل عومة، شرحناها: التدرج في التعليم المهاري، اتكلمنا عن ازاي نعلم العومة، ازاي المساكات، الاخطاء الشائعة، التقييم بيكون بتاع السباح ازاي. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على مستوى 7. ومستوى 7 معنى ان احنا وصلنا لمستوى 7 يعني انت مدرب سباحة محترف، والمفروض ان حضرتك تكون ملم بجميع السكيلز بتاعت مستوى 7، فاهمها كويس جدا وتتدرج في التعليم بتاعها وتعرف السباحين يعني ايه مستوى 7. مستوى 7 بنشرح النهارده عومة البريست، عومة الصدر، عومة في ناس بتقول عليها عومة الضفدع، بس ده طبعا غلط لان ده خطأ شائع، ان رجلين الضفدع مختلفة عن رجلين البريست. رجلين الضفدع بتكون ليها شكل ومسار حركة مختلف عن رجلين البريست. احنا في رجلين البريست بنعكس الحركة، اما في رجلين الضفدع هو بيفتح الركبة قبل الرجلين، فالحركة بتكون من واسع لضيق، وده غلط. احنا بنبدأ من ضيق لواسع عشان نمسك مية كتير ونبدأ نتعلم العومة صح. اول حاجة بنبدأ نعلمها للسباح عندنا هي الرجلين الخاصة بالبريست، زي نفس التدرج التعليمي في الاربع عومات اللي احنا بنبدا نعلم. اول حاجه رجلين البريست. رجلين البريست دي بتكون سهله جدا ولكن عايزه تركيز وعايزه هاي تكنيك. التدرج في التعليم المهاري رجلين البريست، احنا بنبدا نعلم السباح ان هو يعوم رجلين بريست ولكن هو في وضع الباك، يعني بيبقى نايم على ظهره. بنعرفه يعني ايه رجلين بريست وبنقسمها على خطوات او مراحل، مرحلة أو اتنين أو تلاتة. بنبدأ نقول للسباح نوريله شكل رجلين البريست، ولازم طبعا علشان نوريله لك شكل رجلين البريست يكون الأول الكابتن بيقوم رجلين البريست بشكل كويس، محترفة ما فيهاش ولا غلطة. طيب بندي عرض المهارة، وبنركز برضو في إن إحنا بنتبع الخمس خطوات اللي اتفقنا عليهم بتوع التعليم المهاري. يعني إيه هم الخمس خطوات؟ أول حاجة أنا بشرح المهارة لفظي، أنا بقول للسباح وضع جسمك بيكون عامل كذا. رجلين البريست بتبقى شكلها رجلك بتكون عامله حرف ال، ما ينفعش مشط الرجل بيكون مفرود، انا بقرب ركبتي من بعض وبفتح من تحت وبزق الميه ببطن رجلي. كده انا شرحت لفظي، ببدا اقعد السباح او اخليه في وضع رؤيه كويسه، وببدا ان انا اعلمه يعني ايه رجلين بريست، ولكن ده بالتصور البصري. انا بعمل عرض للمهاره، بوري له عرض المهاره بزاوية رؤية مظبوطة علشان يبدأ يلقط مني المهارة دي، أو أقول له قلدني أو بص عليا أنا بعمل إيه. تمام. عملة البريست سهلة جدا، دي رقم اتنين. المرحلة التانية إن أنا بوري له عرض عملي أنا بعمل المهارة. رقم تلاتة ودي مهمة جدا، إن أنا بخلي السباح هو اللي يأدي المهارة بشكل كويس. رقم أربعة أنا ببدأ أقيم السباح وأشوف هل السباح ده بيعملها كويس ولا لأ. وبعد كده ببدأ اصحح له الاخطاء. اخر حاجة في معانا ان انا ببدأ اثبت له المهارة، بخليه ممكن يمسك بورد ويكرر كتير ويبدأ يعمل حركة وهو قاعد على الفايت، بعد كده ينزل يعملها وهو قايم على ظهره ماسك البورد وبيتحرك معايا كتير، وانا طبعا متابعه عشان ما يعملش حركة غلط، لان هو لو عمل حركة غلط بالتالي هو المهارة الغلط هتثبت عنده. تمام. طيب احنا محتاجين ايه يا شباب؟ محتاجين ان احنا نركز على رجلين البريست بشكل كبير قوي علشان نتأكد ان السباح ده بيعملها بطريقة مظبوطة. عمل رجلين البريست كويس، وطبعا دي ما بتاخدش مني تمرينة ولا اتنين، على الاقل 3 تمرينات بشتغل على رجلين البريست. مسار حركة مظبوط، تكنيك بتاعها صح، قوة الدفع مظبوطة، بعلمه يعني ايه زقة مية جوه المية، وما ينفعش اطلع ركبتي بره المية. نتكلم عن الاخطاء الشائعة في اخر الفيديو، بس خلينا نتكلم دلوقتي على التدرج في التعليم المهاري الخاص برجلين البريست.
لو وصلت معايا لغايه هنا طبعا لازم تكون عملت اشتراك للقناه وسبت لنا كومنت وقلت لنا انت بتتابعنا منين، وعملت لايك للفيديو لو عجبك وحابب ان انت تتعلم سباحه. اتاكدنا من عومه البريست وعرفنا الرجلين عامله ازاي وبنشتغل عليها ازاي. بنبدا ندي نفس المهاره ولكن في وضع الجسم مختلف، وضع فرونت اللي هي بقى رجلين البريست. بخلي السباح يمسك البورد، يحط وشه في الميه وينزل يبص على رجليه ويعرف يعني ايه مسار حركه، امتى بفتح رجليا، امتى بزق الميه، امتى بقفل رجليا وبعمل جلايد. طبعا عومه البريست انا عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، ان عومه البريست احنا بنقول عليها عومه الجلايد، عومه الانزلاق. كل ما كان السباح بيعرف يعمل انزلاق في الميه كويس كل ما هيبقى سباح بريست شاطر. طيب احنا مطلوب مننا ايه يا شباب؟ ان احنا نعلم رجلين البريست في الاول ونعرف السباح يعني ايه جلايد. لازم يفتح رجليه كويس، يزق ميه اكبر قدر من الميه، طبعا الكلام كله بيبقى جوه الميه، تمام؟ عشان كده بتبقى العومه دي صعبه شويه. بنزق الميه كويس، بعد كده بنعمل جلايد. الجلايد ده هو المسؤول عن قوه الدفع بتاعه الجسم بتاعتي. طيب انا دلوقتي بقيت شاطر وبعرفت اعمل رجلين بريست كويس، وضع الجسم بتاعي مظبوط، ايديا مفروده، راسي جوه الميه، بفتح رجليا وبزق بشكل كويس. بعمل تيست للسباح ان هو مثلا بيعوم لغايه نص الحمام 12 متر ونص بيأدي كويس. عملنا التيست كويس وتأكدنا ان السباح بيعمل ضربات رجلين كويسه في عومه البريست. دلوقتي انا ممكن اركب له المهاره التانية اللي هي دراعات البريست. طيب دراعات البريست انا بعلمها ازاي يا كابتن؟ سهله قوي. ببدا مع السباح ان انا بطلعه بره الميه وبفهمه مسار الحركه، بعرفه ان هو ممكن يرسم دايره ويحط ايده في نص الدايره، ممكن يرسم قلب ويحط ايده في نص القلب. بعلمه بدراع واحد، بعلمه بالدراع التاني مستقل، بعد كده ببدا ادمج له الاتنين. بعلمه برضو نقطة مهمة جدا ان هو يحافظ ان الكوع بتاعه عايم على المية، يعني يرسم الحركة ويخلص الحركة، كل ده انا محافظ على كوعي فوق اب. ما ينفعش ان انا كوعي يبقى غرقان، فانا لازم اطلع بصدري واطلع بكتفي واطلع بظهري، كل ده يبقى بره المية، وارجع تاني اسيب جسمي وافرد جسمي على المية. واول ما افرد جسمي ووشي او دقني تلمس المية انا بقفل برجلي. مهم جدا يا كابتن ان انت تتبع الخطوات التعليميه في التعليم المهاري. بعلم الدراعات، بعلم الرجلين، بعلم حاجه ثالثه مهمه جدا اسمها الجلايد، الانزلاق. الانزلاق ده مهم جدا وسهل جدا، ولكن السباح لازم يفهمه يعني ايه انزلاق. يعني ايده بتبقى مفروده ستريتش جامد على وضع 11، رجله كمان مفروده، راسه جوه الميه وجسمه بيعمل انزلاق، يعني بيتحرك في الميه بانسيابيه. طيب انا هتاكد ان ازاي السباح فهم عومه البريست لما الاقيه بيعمل جلايد كويس. ببدا ان انا افهمه يعني ايه جلايد، بعد كده بعرف او افهمه يعني ايه اتاك بريست، ان انا اول ما اطلع واعلى على الميه لازم اخش بقوه، واول ما اخش بقوه لازم اعمل انزلاق كويس في الميه. ايه الاخطاء الشائعه اللي ممكن تقابلنا في عومه البريست؟ الاخطاء الشائعه اللي ممكن تقابلنا في عومه البريست هي الرجلين. الرجلين ممكن يكون السباح بيعكس الحركه، زي ما اتفقنا او قلنا ان احنا بنبدا بمشط الرجل بنفتحه لبره، ما ينفعش افتح ركبتي لبره. دي يعني خطأ شائع ومهم جدا. الخطأ الشائع اللي بعد كده السباح هو بيلف او بيقفل رجله، في سباحين بيشوطوا الميه بوش رجليهم، وده خطأ شائع وحركه يعني لو مسكت في السباح بيبقى ليها عواقب جسيمه، اللي هي بنقول عليها رجلين السيزر. خطأ شائع جدا ولازم السباح نرجع بيه خطوه ونبدأ نعلمه عومه الباك بريست، ونتأكد ان هو بيزق ببطن رجله مش بمشط رجله. ايه الخطأ اللي ممكن يقابلنا تاني؟ هو الدراعات، ان ممكن السباح يكون بيعمل دراعات على مش وش الميه، ان هو يكون بيغرق. انا هنا حاطط لكم صوره ان السباح قايم على وش الميه، ولكن احنا بنحاول نفهم السباح ان احنا بنعوم بريست فورورد اب، احنا بنعوم لقدام لفوق لقدام لفوق، ما ينفعش اعمل فورورد داون، ما ينفعش اعمل فورورد. احنا فورورد دايما اب عشان جسمك يبقى راكب على الميه. البادي بوزيشن في عومه البريست بتكون الرجلين غرقانه جدا على قد ما نقدر بزاويه 45، مشط الرجل مع الظهر غرقانه جوه الميه، والجسم من فوق او الجزء من فوق هو اللي عايم راكب على الميه. طيب ايه التمرينات اللي ممكن اشتغل بيها علشان اعلي من مهاره البريست؟ ممكن اشتغل رجلين حره دراعات بريست، ممكن اشتغل رجلين دولفين دراعات بريست، ممكن اشتغل بريست وان ارم، يعني اخلي السباح يشتغل بدراع واحد والدراع التاني مثلا ممكن مثبته على رجليه، رايح باليمين راجع بالشمال. ايه الاخطاء اللي ممكن تقابلني تاني يا كابتن وانا بعلم بريست؟ التايمنج، توقيت الرجلين مع الدراعات، ما ينفعش اعمل الاتنين مع بعض. بعمل الدراع في نهايه الدراع، اول ما ببدا افرد ايديا انا بقفل برجلي. ايه اللي برضو ممكن السباح يقع فيه وهو عايم بريست؟ ان هو يكون بيلم ويرمي على طول من غير ما يعمل جلايد. حتى السبرنت فيه جلايد، بس جلايد بيكون خفيف، ولكن لازم، هي اصلا اسمها عومه الجلايد، عومه الانزلاق. لازم اعمل دراعات كويسه ورجلين كويسه عشان اوصل لانزلاق كويس. الحاجات دي مهمه جدا يا شباب ولازم نتك عليها في بدايه التعليم. في خطأ تاني عايز اقول لكم عليه،
حركة الراس او الهيد بوزيشن. الهيد بوزيشن في البريست زي ما احنا شايفين السباح بيكون باصص على الميه مش باصص قدامه. مهم جدا ان الراس تكون ثابته، الدراعات هي اللي بتتحرك، ولكن الراس مهم جدا جدا جدا، وانا باكد عليها اهو كتير علشان نعلم بريست صح. ما ينفعش السباح يطلع براسه ويهبد راسه في الميه، احنا بننزل بكتفنا مش بننزل براسنا. كل ما الراس كانت ثابته كل ما العومه بقت صح او تميل الى الصح. طيب ايه اللي ممكن برضو الدريلات اللي احنا نشتغل عليها؟ ان انا اخلي في كوره او في حاجه السباح ماسكها بدقنه، يعني حاططها ما بين دقنه وصدره قافل عليها وبيشتغل، ده بيحافظ على وضع الراس. الوضع اللي احنا شايفينه ده غلط جدا، ما ينفعش سباح يقوم راسه بصه لقدام كده. احنا بنبص بالشكل ده، ان انا باصص على الميه واخد بالك يا كابتن، وبطلع باخد النفس وبنزل، بفضي البابلز على قد ما اقدر وبقفل برجليا وبعمل جلايد. كل ما السباح عمل جلايد صح كل ما مستواه هيتقدم في سباحه البريست. سباحه البريست سباحه ممتعه جدا وسهله جدا، ولكن التدرج في التعليم المهاري فيها مطلوب تركيز علشان نوصل بالسباح اللي معانا لافضل مستوى في عومه البريست. كده احنا خلصنا حلقه النهارده ليفل 7 عومه الصدر او عومه البريست. ان شاء الله الليفل اللي جاي هيكون لو وصلت معايا لغايه هنا حاول تتوقع العومه اللي جايه هتكون عومه ايه، وقول لي انت بتتابعنا منين وبتمرن فين، ولما بدات تتعلم سباحه او تعوم كان عندك كام سنه. لو وصلت معايا لنهايه الفيديو ضروري تعمل لي لايك وتسيب لي اشتراك وتقول لي انت بتتابعنا منين، وتسيب لنا كومنت كويس، علشان الفتره اللي جايه ان شاء الله احنا بننزل فيديوهات كتيره قوي خاصه برياضه السباحه، بنقول معلومات مهمه جدا للكباتن المبتدئين اللي عايزين يبقوا محترفين. بنحاول نعدل شويه في التكنيك عشان نوصل لافضل مستوى، بنحاول نشجع الابطال السباحين ان شاء الله علشان برضو نوصل معاهم لمرحله الاحترافيه. والفتره اللي جايه لازم تتابعنا بشكل كويس، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله في فيديوهات بتنزل بشكل مستمر. الفيديوهات دي بتكون خاصه بتعليم السباحه وتمرينات السباحه، وبيكون فيها معلومات قيمة جدا بتخص السباحين وبتخص ان شاء الله الكباتن المحترفين والمعلمين المحترفين. حابب اقول لكم ان الحلقة دي كانت من امتع الحلقات اللي اتكلمت فيها عن السباحة، وان شاء الله الحلقة اللي جاية اقابلكم بعومة جديدة وتكنيك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.